عايز اقول لك ان القلعه مش كبيره انك انت تاخد عليها عربيه، يعني الدنيا في اللذيذ مش كبيره قوي. كان لو ست كبيره وراجل كبير او عندك حاجه مشكله في رجلك تقدر تاخد العربيه دي، هتساعد عليك كتير. هل كنت تعرف ان مسجد الناصر محمد بن قلاوون هو المسجد الرئيسي للقلعه قبل بناء محمد علي للمسجد بتاعه؟ كان قبل ما المسجد ده يتبني كان مكانه مخازن وحاجات للمفروشات وكده، بس الملك جه قرر يشيل الحاجات دي كلها ويبني مكانها المسجد ده. اول ما تخلص من مسجد محمد بن قلاوون تعالى ليه من عند متحف الشرطة القومي، هتلاقي فيو للقلعة ما حصلش. القلعة علشان هي القلعة مبنية على هضبة، فانت بتشوف منها فيو للقاهرة كلها، منها القاهرة القديمة والقاهرة الجديدة ولحد النيل. انت بتشوف برج القاهرة، ولو الشمس كانت معاك والجو معاك هتشوف منها الأهرامات. في كتير ما يعرفوش وبيجوا القلعة، بس بتلاقي ما يعرفوش حوار السجن ده، موضوع السجن القلعة. تعال احب اعترف بالاعتراف ده، بما اني تور جايد وفي نفس الوقت جيت القلعه كتير كتير جدا، بس دي اول مره اشوف سجن القلعه. كنت بسمع عنه بس كنتش عارف اوصل له منين، دلوقتي لسه واصل له. بالنسبه لي الصراحه ده انجاز في الفلوج ده. ياي دلوقتي يا اسطى بعد ما خلصت التور بتاعه المتحف، ايه رايك فيه؟ لا تحفة تحفة ده جدا، بقول لك كل حاجة في التاريخ، هو بجد يستاهل يعني. تاريخ فرعوني على تاريخ حربي، تاريخ الداخلية، تاريخ الجيش، أيوة. تاريخ القوات البحرية، في تواريخ من كل حاجة. جولة تستحق، لكن بالله عليكم تسمحوا بس بالتصوير الفيديو عشان ما عرفناش نصور. بس كالعادة يعني خدت شوية فيديوهات خلصة. محمد علي. تاني مسجد معانا وهو مسجد محمد علي. عايز اوريكم المكان اللي انا مثبت فيه الموبايل، بس الاول مسجد محمد علي من جوه. المسجد القبه بتاعته زي مسجد ايا صوفيا اللي في تركيا. المسجد بالحرف من جوه وهم. القلعة ديت شهدت أسوأ تواريخها في عهد محمد علي، واللي حصل مذبحة القلعة سنة 1811
وده عشان كان محمد علي عايز يقضي على كل المماليك. ثالث مسجد معانا هو مسجد سليمان باشا الخادم، وده يعتبر أول مسجد عثماني في مصر. شكرا على مشاهدتكم للفيديو ده، واشوفكم في فيديو جديد. باي.